وبنرجع تاني لقصتنا وبنفتكر إن جودة كان اتقتل على إيد الأخ الأكبر، وكمان عرفنا إن المعلم شيا باعه وغدر بيه وكان سبب في قتله هو وكل اللي معاه. وبنبتدي حلقتنا، ما تنساش الاشتراك في القناة وكمان دعمنا، ويلا بينا. وبنرجع تاني لحكايتنا وبنشوف الكل خلاص اتقضى عليه الا زو. بنشوفه وهو بيصحى من مكانه وبيقول كويس ان انا اخدت حبوب القلب المنشطه الخاصه بعائلتنا، لولا الحبوب الروحانيه القويه دي كان زماني حرفيا ميت زي ما هم ماتوا. لكن انا فين اخويا؟ فين جوده؟ جوده انت عامل ايه يا حبيبي؟ طمنا عليك. هنا جوده بيتكلم وبيقول له انا بموت، لكن انا عايزك كمان توصل ليانج وتفضل في خدمته لو جرى لي حاجه، وعايزك توديني للطبيب طاي، هو الوحيد اللي ممكن يقدر ينقذني اذا كان لسه في امل. لو سمحت يا زو اديني للطبيب طاي وهو هيلاقي حل للمشكله اللي انا بمر بيها حاليا. لو سمحت انا مش قادر اتكلم وده اخر طلب ليا. هنا بيشيلوا زو بيوديه فعلا وبنشوفه ماشي الطبيب طاي، والطبيب طاي بيكون واقف قدام بيته وقلقان جدا وبيحس ان في طاقه غريبه في المكان، وبيقول للخادم انا حاسس بشر كبير حاصل حوالينا. وبنشوف زو هو داخل يجري بيقول له لو سمحت لو سمحت يا طبيب طاي انقذ اخويا جوده. جوده اخويا بيموت، لو سمحت حاول تكشف عليه وتنقذه، هو قال لي ان انت الوحيد اللي هتقدر على انقاذه. بنشوف هنا الطبيب طيب بيفحصه بيقول له يا حبيبي خلاص انا ما اقدرش اعمل اي حاجه لجوده، جوده حرفيا بيموت. لكن زو بيقول له لو سمحت هو قال ان انت الوحيد القادر على انقاذه، فحاول باي طريقه ان انت تنقذه انا اكون تحت امرك. وبيقول له طيب انا ما اقدرش اعمل اي حاجه لاخوك. لكن زو بيزعل جدا وبيقول له ارجوك انا مستعد ادفع كل حاجه. لكن طيب بيقول له لا استنى، في فرصه لاخوك انا هعرضه على طبيب معجزه. وبنشوف زو وهو رايح عند بيت علشان يخبط عليه وبيقول له لو سمحت افتح الباب افتح الباب ارجوك الحقني. وهو بيفتح يانج الباب بيقول لهم في ايه؟ ايه اللي انتوا عاملينه والهيصه اللي انتوا عاملينها دي؟ ايه اللي بيحصل؟ زو بيقول له لو سمحت انا عايز الطبيب اللي هنا علشان يعالج اخويا لان اخويا بيموت مني، انا عايز الطبيب بسرعه يا يانج ارجوك. يانج بيقول له اخو مين اللي بعتك ليا؟ زو بيقول له الطبيب طاي هو اللي بعتني ليك، ارجوك يا يانج نادي للطبيب اللي موجود هنا علشان ينقذ اخويا، لو سمحت ما تاخرش عليا اكتر من كده اخويا بيموت. هنا يانج بيقول له انا الطبيب اللي انت تقصده مدام طاي بعتك لهنا. زو بيتصدم بيقول له انت الطبيب؟ انت كمان قوي في الطب؟ المهم ارجوك يا يانج ارجوك يا يانج انقذ اخويا انقذ اخويا يا يانج لو سمحت. اخويا دافع عنك انت علشان خاطر كده قتلوه. دافع عني ازاي؟ مش فاهم. هنا بيرد زو بيقول له جونج وابن الاكبر والامير كونج وكمان الشيا السيد شيا هما اللي اتفقوا على قتلك، ولما اخويا رفض قتلوه. يانج بيتنرفز وبيقول انا هقتل الكلاب دي بس الاول انقذ اخوك وبعد كده حسابهم معايا هيكون عسير، انا مش هخلي ليهم اثر على الارض بعد اللي عملوه ده. هو بنشوف يانج هو بيشيل جودة هنا وبيبص عليه وبيقول جودة حرفيا كل جسمه اتدمر. هو بيكشف عليه بطاقته وبيقول كده الطبيب طاي كده انتهى. يانج بيقول هو حرفيا كل اجزائه متدمره، لكن انا مش هسكت على ده ومش هسيب يحصل له حاجه. هو بنشوف يانج وهو بيفكر وزو مخضوض بيقول له ايه اللي حصل يا يانج؟ انت ساكت ليه؟ انا عايزك تتكلم، قول لاخويا في ايه؟ يانج بيقول اخوك جسمه متدمر وانا هحاول بكل السبل انقذه، مش هيجرى له حاجه طول ما انا موجود ولازم اخد حقه وانتقم ليه. شيل اخوك ودخله جوه. وزو بيشيله فعلا. وهنا يانج بيقول للطبيب تاي لو سمحت انا عايزك تروح الجبل انت ومجموعه من رجالتك او تبعت مجموعه من رجالتك يجيبوا لي 2 من الغوريلا ويكونوا مخدرين مش ميتين، لان احتاج ان انا اغير اعضائهم مع اعضاء جودة وهي دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أنقذه بيها وعلى الأقل هديله فرصة. الطبيب طاي بيستغرب جدا من كلام يانج وبيقول له اللي أنت بتقول عليه خطر. وبنشوف فعلا يانج وهو موجود عند جودة وهو بيقول له الطبيب طاي اللي أنت بتعمله ده خطر جدا، أنت هتقدر تنجح في حاجة زي دي وإيه نسبة نجاحك؟ يانج بيقول له نسبة نجاح بسيطة جدا لكن على الأقل محاولة علشان أنقذ جودة بدل ما يموت، ويكفي إن هو كان بيدافع عني وده سبب موته. وبيبتدي العملية وبيطلع طاقة من إيده. فعلا بنشوفه بعد فترة وهو نهى العملية والطبيب طاي فرحان وبيقول له ألف مبروك، أنا ما كنتش متوقع إنك تقدر تنجح في حاجة زي دي. يانج بيقول له جودة أنا حاولت بس إن أنا أخر الحقيقة المحتومة ليه، لكن ده قدر المستطاع. جودة جسمه هيكون فيه مشاكل بسبب الأعضاء الجديدة اللي دخلت جسمه، وعلى الأقل هقدر أقول إن هو قدامه فترة مش كويسة مجموعة من السنين. لكن جودة بيتكلم وبيقول له كفاية انك انقذتني، انا مش محتاج اكتر من كده، انت قدرت تديني عدد من السنين كافي جدا ان انا اقدر اعمل حاجة. انا مش عارف اشكرك ازاي يا يانج، انا وعدك ان انا هستغل الفترة اللي جاية دي من حياتي في ان انا احسن علم الكيمياء. انا كنت مركز في خدمة الامبراطورية وكمان السيد شيا لكن للاسف طلعوا خاينين وخانوني، لكن انا هركز في علم الكيمياء وهطوره قدر المستطاع واستخدمه في الخير. يانج بيقول كده علم الكيمياء هيوصل لمرحلة كبيرة جدا، شخص موهوب جدا زيك كده هيوصله لمرحلة تانية ما كانش حد يتمناه. لكن جودة بيقطع كلامه وبيتغرش وبيقول له انت في خطر كبير يا يانج، المفروض انك مدرك ده. جونج والامير كونج كمان بيتدخل طيب بيقول فعلا انت في خطر كبير، انا عرفت ان جونج عايز يقتلك يا يانج وكمان شيا وفي تآمر اصلا على الامبراطوريه كلها، لو سمحت تعالى معايا القصر بتاعي وانا هحميك، انا عندي جنود كتير جدا امبراطوريين بيحموني وهقدر احافظ عليك قدر المستطاع. يانج بيقول لهم بس انتوا ما تقلقوش، وانت كمان يا جودة اهدى وحافظ على صحتك، ما تشغلش دماغك بيا، انا اقدر احمي نفسي يا صاحبي، لكن ما تشغلش دماغك بالكلاب دي، انا بس هنا هتصرف معهم. وبنشوف يانج وهو خارج
وبيوقفوا الطبيب طاي وبيقول له السيد يانج انت رايح فين؟ المفروض ان انا احميك، انت ازاي خارج في وقت زي ده؟ انت مش عارف ان الامير جونج عايز يقتلك؟ لكن يانج بيمشي ولا فرق معاه حرفيا. لكن الطبيب طاي ما بيسكتش عند كده، بل انه بيجري ورا يانج بيقول له لو سمحت يا يانج ارجوك اديني فرصه ان انا احميك، انت بس فهمني انت رايح فين. هنا يانج بيتكلم وبيقول له انا رايح للقصر الامير جونج عشان اخلص عليه هو وسيد الكيميائيين شاب. لكن السيد طيب بيقول له انت عارف ان دي مشكله كبيره، انت بتتكلم عن امير يعني قريب الامبراطور، واكيد الامبراطور مش هيرضى بحاجه زي دي، وده هيعمل مشاكل كبيره جدا وممكن يصير الامبراطور علينا. فعلا فعلا يانج بيقول له فعلا انت عندك حق، عشان كده بقول لك روح للامبراطور وقول له ان السيد يانج هيروح عند الامير جونج وهيخلص عليه. هنا السيد طيب يبقى مش عارف يرد يقول ايه. يانج واثق من قوته جدا وكمان مش خايف من الامبراطور نفسه. المفروض ان انا اعمل ايه مع شخص زي ده؟ طيب يبقى واقف بس مبلول وبيفكر اتصرف ازاي. انا عايز اوقف يانج عشان ما يحصلش مشكله كبيره في الامبراطوريه، وكمان ده قيمه كبيره جدا ومحدش يقدر يمسه، انا مش عايز اخسره، اعمل ايه؟ وبيتنقل المشهد بينا وبيكون الخادم رايح يقول للسيد ليو ان السيد يانج هيروح يقتل الامير جونج، وده علشان هو اعتدى عليه. السيد ليو بيقول المجرم ده اعتدى على السيد مين؟ وهنا الخادم بيفتكر ان هو بيشتم يانج وبيشتم يانج ويغلط فيه. هنا السيد ليو بيضربه ضربه ويقول له انت بتغلط في السيد يانج، انت عارف مين هو السيد يانج ده؟ اي حد يقرب من السيد يانج اعتبروه انتهى. يلا نقاط الكيميائيين كلها تخلص على قصر السيد جونج لو وصل الامر لكده. وبيجتمعوا فعلا وبنشوف كمان وو تشان مجتمع مع نقابه المحاربين وبيوصل الخبر باللي حصل. وهنا بيقول مين اللي ازعج المعلم؟ اي حد يقرب من معلم سيد السماء نهايته هتكون الموت، حتى لو كان الامبراطور نفسه. انا بجتمع بنقابه المحاربين وبامرها تخلص على اي حد يعكر او يحاول يقرب من السيد يانج. ازاي يحاولوا يقتلوا المجرمين دول؟ انا بعلن الحرب على قصر السيد جونج هو ووالده. وهنا كلهم بيخضعوا ليه وفعلا بينفذوا الاوامر، وبتتقلب الدنيا كلها على الامير جونج واللي بيكون مش حاسس باي حاجه ولا عارف اللي بيحصل. وبنشوف هنا يانج وصل لقصر الامير جونج وهو بيقف قدامهم. الحراس بيمنعوه بيقولوا له انت جاي تعمل ايه هنا؟ ارجع مكانك، ده قصر الامير جونج مش اي حد يدخله. يانج بيقول لهم انا عايز الامير بتاعكم وعايز كمان السيد شيا سيد الكيميائيين، طلعوا لي الاثنين دول علشان ما دمرش القصر. بيتنرفزوا جدا وهيكونوا هيهاجموه. لكن هنا يانج بيقول لهم طيب انتوا وصلتوا لكده انا هخلص عليكم. وفعلا بيطلع سيف الشيطاني وبيخلص عليهم كلهم في لحظه حرفيا، وبيطلع قوه كبيره جدا وبيضرب البوابه بتاعه القصر بتتدمر. هنا بيكونوا مرعوبين من القوه اللي شايفينها، لدرجه ان القصر اللي بيكون فيه جونج الجناح بتاعه حرفيا بيبقى على وشك يقع. سيد شيا بيقول ايه القوه اللي طلع دي وهو بيترعب، لكن جونج بيكون مغرور بنفسه وبقوته وهو بيقول اللي عمل الحركه دي انا هقتله حرفيا. وبنشوفه بيتكلم بيقول الحقير اللي عمل كده يطلع لي ويظهر لي نفسه حالا علشان اخلص عليه. يانج بيقول له ايه رايك في اللي انا عملته؟ كنت حبيت افرحك بس بشويه الالعاب الناريه دي، ايه رايك فيها؟ جميله عجبتك؟ يا ريت تكون عجبتك كده. هنا شاب الصدم وبيقول ده يانج، ده يانج اللي كلمتك عنه يا جونج لو انت فاكره، هو ده اللي قدر يهزم جودا وده السبب اللي خلانا نقتل جودا. انت بقى الشخص اللي بيتكلموا عنه اللي عامل نفسه مفيش زيه حد تاني، انت اللي ماشي تقتل في الناس وفاكر نفسك قوي. انا اللي ماشي اقتل في الناس وفاكر نفسي قوي، هتقدر تعمل لي ايه؟ ايه رايك يا جونج نتحارب كده ونشوف مين فينا يهزم التاني؟ انا جاي عشان اقتلك اصلا، النهارده اخر يوم. شيا بيقول له انت تقتل مين؟ اهدى بس يا يانج انت مجنون ولا ايه؟ انا مجنون؟ اكيد انتوا تقتلوا جودا وكمان تخططوا لقتلي وعايزين نسيبكم عايشين؟ ده انت شرف ليك ان احنا نقتلك، ما تنساش نفسك، انا ابن الامير كونج، انا هقتلك وده المفروض عيلتك تفتخر بيه انك مت على ايدي. ولا انت فاكر نفسك ليك قيمه اصلا يا يانج؟ انت مجرد حقير مالكش لازمه. حقير؟ انا هوريك الحقير هيعمل فيك ايه، انت والتعبان اللي وراك ده. انا هخلص عليكم هنا وهوريني بقى حد يكلمني ولا حد يعرف يقول لي انت عملت ايه. انت تقتلنا احنا الاثنين؟ انت عارف احنا محاربين قوتنا عامله ازاي؟ انت تعرف طاقتنا ايه ولا طاقه السيد شيا؟ احنا حرفيا نقدر نخلص على مدينه. انت مين انت حقير عشان تخلص علينا احنا الاثنين مجتمعين؟ فكر نفسك منه. قبل ما يكمل كلامه بيكون يانج حرفيا قطع رقبه السيد شيا وقضى عليه. بيقول انت بتعمل ايه؟ انت ازاي؟ انا ما شفتكش، انا هخلص عليكم. بيطلع طاقته حرفيا الشيطانيه وبيحاول يهجم على يانج، لكن يانج بصباعه واحد بس بيطلع طاقه مهوله جدا وبيصد الضربه. وبنشوف بعدها جونج ده وهو على الارض متدغدغ. يا جونج انا كنت فاكره قوي، انت مش هتفرض نفسك عليا وتقول ان مفيش حد قدك وان انا مش هقدر عليك، صباع واحد بس خلصت عليك. ظهر الامير هنا كونج بيقول ايه ده؟ ايه يا ابني؟ ايه اللي جرالك؟ الحقير ده يا ابي هو اللي هزمني، هو اللي عايز يقتلني وكمان قتل السيد شيا رئيس الكيميائيين. انا عايزك تنتقم لي منه يا ابي، ده اصلا ملوش لازمه. ده ابوك. بص بقى يا سيد كونج، انا هقتل
اقتل ابنك بصراحه، لان هو اعتدى عليا وكمان قتل صديقي وكمان حاول يقتلني هو والسيد شيا، وانا جاي هنا عشان اعاقبهم على اللي عملوه. فانا ماليش مشكله معاك، بس ما اسمعش حسك يا حقير. انت تخطيت كل الحدود، كفايه ان احنا رعيناك وكمان اخويا اهتم بيك، وجاي كمان علشان تعتدي على عائلتنا. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ونسيت ان انا امير. امير. ما هو انت كنت المفروض تمنع ابنك من انه يعتدي على الناس او انه يقتل الناس او انه كمان يتفق على خيانه الامبراطوريه. بيتجنن هنا الامير كونج بيقول عرف ازاي مخططاتي، محدش يعرف ان انا بتفق على خيانه الامبراطور. انا هخلص عليك انت وابنك لو اتدخلت، ممكن اسيبك لو بعدت عني وسبتني اعاقب ابنك على اللي عمله. هو قتل اعز اصدقائي وكمان كان عايز يقتلني لولا ان انا قدرت اتدخل وانقذه. انت فاكرني هسيبك يا هانج؟ هو بيطلع طاقه شيطانيه قويه جدا، هو بيقول له اتفرج بقى على الطاقه اللي انت ما تعرفش عنها حاجه. انا كنت عاين الطاقه دي لوقت معين لكن انت خليتني استخدمها دلوقتي. قصدك ان انت لما تعمل انقلاب الامبراطور يعني وتاخد منه الحكم. بسيطه، بس كويس انك قدرت توصل للمرحله القتاليه دي، شطور. انت خايف ولا ايه؟ شكلك ارتبكت. انت اول مره تشوف الطاقه دي ولا ايه؟ انا هخلص عليك هنا ومش هيبان لك اثر. انا اول مره اشوف الطاقه دي. بص وراك كده وشوف ابنك ايه اللي بيجرى له حبيبي. وهنا بنشوف نسخه حرفيا من ينج واقفه قدام جونج ومسلمه سيف عليه كمان، هتخلص عليه. بقول له لا، انت وصلت للمرحله دي؟ انت ازاي قدرت توصل لمرحله التناسخ الروحي؟ مش اي حد يقدر يوصل لها، ده انت لسه صغير، ده انت طفل. بقول له بس ما تركزش معاه وركز في اللي هيحصل لابنك كده. وفجاه النسخه دي بتقتل الامير جونج. بيتصدم الامير كونج من اللي حصل، وبيشوف ابنه كمان بيتقتل قدامه وبيقول له انا هخلص عليك. وبيطلع طاقه قتاليه مهوله جدا لدرجه انها بتتجسد وبتهجم على يانج. لكن هنا يانج بيخرج طاقته القتاليه هو كمان، وبيكون ذئب شيطاني اللي احنا شفناه قبل كده لو انتوا فاكرين، وهو بيكون قوته مهوله جدا. وهو بيقول له هوريك الطاقه بتاعتي. تظهر الطاقة بتاعت يانج واللي حرفيا بتكون مهولة وبتملى المكان كله. انت ازاي قدرت توصل للمرحلة دي؟ انت معاك كمان ذئب الشيطاني ده؟ انت مين اصلا؟ هتشوف انا مين. وبيهجم على بيقتله، حرفيا بيقتله، بينفي الطاقة الروحية للسيد كونج. وهنا بنشوف السيد كونج وهو قاعد على الارض بيكون مصاب اصابات كتيرة جدا بسبب القوة اللي هجم بيها الوحش الروحي الخاص بيانج عليه. يانج بيقول له انا كنت فاكر ان انت هتكون اقوى من كده بكتير، انت مش عمال تهددني انت وابنك وبتخططوا الانقلاب على الامبراطوريه وقتل عائلتي كلها. بص يا يانج، انا فيش بيني وما بينك مشكله، ارجوك سيبني، انا خلاص مش عايز اعمل معاك اي مشاكل. سيبني يا يانج وامشي من هنا. قول له هسيبك بس ازاي؟ ده انت وعيلتك حاولتوا تخلصوا عليا، وابنك الصغير كان دايما بيحاول يأذيني وكمان يضمني لمجموعته في المدرسه، وابنك الكبير كمان حاول يقتلني، وانت عايز تنقلب على الامبراطور وبتتفق مع كاي عشيرة كاي علشان كمان تقتلنا كلنا وتخلص علينا وتمسك انت الحكم. طبعا في كده لا 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 لا، ما تقولش الكلام ده كله، ده مجرد سوء تفاهم. انا ما بعملش الكلام اللي انت بتقوله ده انت عزيز جدا عندي. بيقول له عزيز جدا وانت كمان عزيز عندي جدا، واللي بيحصل ده غصب عني. شوف انا عامل ايه، بس مش بايدي، السيف ده بيتحرك لوحده. وهو بنشوف يانج حرفيا في اللحظه دي وهو بيهاجم السيد كونج وهو بيخلص عليه. استنى بس يا يانج، انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه؟ انا كمان تبع عشيرة كاي، ودول ممكن يخلصوا عليك ويعيشوك عيشه انت ما تتخيلهاش، ويخلصوا على عائلتك كمان. اعقل اللي انت بتعمله. عشيرة كونج، انا هخلص عليك انت وعشيرة كونج. وفي اللحظه بيتفتح بوابه الفراغ وبيطلع منها ايده بتسحب السيد كونج جواها. وهو بنشوف يانج راح وراه وهو بيقول له انت هتهرب مني ولا ايه؟ وبيسمع في اللحظه دي حد بيقول له لو قربت من الامير كونج انا هخلص عليكم، مش هسيبك انت ولا عيلتك. لكن يانج بيقول له طب وريني، وبيخلص على الامير كونج حرفيا وبيخرج تاني من بوابه الفراغ. وهو بيقول البطاقة دي كنت عارف ان الحقير ده هو اللي ورا كل اللي بيحصل لي ومحاولات قتلي. وبنتنقل لمقر عشيرة كاي. هو بيكون الشيخ الاكبر اتنرفز جدا وبيقول ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي اسحب شخص زي الامير كونج الفراغ وشخص يقتله؟ الشخص ده قوي. لكن بيدخل محارب اسمه رين، هو بيقول له لو سمحت يا رين، انا عايز اكلفك بمهمه. المهمه ببساطه انك هتقتل شخص اسمه يانج. انا عايزك تقتل الشخص ده وتنهي عليه لانه بيسبب مشاكل كبيره، وكمان قتل كونج. هنا رين بيخضع ليه وهو بيقول له طلباتك اوامر. انا هقتل يانج ده وكل اهله. بيقول له انا عايزك تقضي عليه هو وكل اهله، وعشان اي حد يفكر يقرب لينا بيقطب. بيقول له طبعا تحت امرك، اي حد يفكر هنا لازم يتباد. طلبات الشيخ الكبير اوامر الشيخ الكبير. بيقول له انا عايزك تقضي عليه هو وعيلته وترجع لي سليم، وخد كمان معاك مجموعه من الجنود علشان تخلص وتجيب لي كل املاكه واي حاجه يملكها. مع انه شاب فقير ما يملكش اي شيء، لكن انا عايز انتقام قوي علشان اي حد يفكر يقرب من اي حد يتبع عشيرة كاي يفكر مليون مره قبل ما يعمل كده. رين بيقول طبعا مش هيبقى ليه اثر هو ولا اهله.
ممتاز يا رين، أنا دايما بفتخر بيك وبقوتك وبعتبرك الشخص اللي أقدر أعتمد عليه في المهمات اللي زي دي. وبنرجع لعصر الأمير كونجو اللي بيكون اتدمر حرفيا والناس واقفة قدامه وبيقولوا إيه اللي حصل ده؟ هو يانج إزاي قدر إنه يعمل كل ده وكمان ما خافش على نفسه من انتقام الإمبراطور؟ أكيد الإمبراطور مش هيسكت عن اللي حصل لأخوه والابن أخوه. بيتنقل المشهد بينا للقصر الإمبراطوري والإمبراطور بيسأل إيه اللي بيحصل في المدينة، أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل، ليه الانفجارات والأصوات دي كلها؟ بيقول له الخادم إن السيد يانج قضى حرفيا على الأمير جونج وابنه، لكن هنا بيزعل الإمبراطور وبيقول أنا مش فاهم ده اللي كله حصل. بيقول له الامير كان خاين وكمان كان ليه علاقات مع عشيرة كاي، والسيد يانج حاولوا قتله عشان كده هو قضى عليهم كمان، وابنه كمان الامير جونج حاول يقتل السيد يانج واتفق مع السيد شيا. بيزعل الامبراطور وبيقول لي انا ما حرمتهمش من حاجه، بالعكس انا اديتهم كل حاجه، انا كنت بعتبره ابني، ازاي يعمل فيا كده؟ بس ده انا حبيته ومديته كل حاجه. بيظهر الطبيب طاي وبيقول له الامبراطور شفت اللي حصل، اخويا يطلع خاين وكمان ابنه يخوني، ليه كل ده؟ هو انا عملت ايه علشان يحصل كل ده يا طاي؟ انا بديهم كل حاجه وعملت لهم كل حاجه. سيد طاي بيقول له مش بس كده، انت لازم تنتبه كمان يا سياده الامبراطور عشان عشيرة كاي مش هتسكت واكيد هتبعت كتيبه تنتقم من اللي حصل، ومش هتسيب السيد يانج في حاله ولا هتسيبنا كمان، اكيد هيحاولوا يثبتوا ان هم اقوياء وان اللي حصل ده اعتداء عليهم. الامبراطور بيقول له انا ما يهمنيش عشيرة كاي وهقضي عليهم كلهم واحاربهم، لكن السيد يانج ليه اهميه كبيره جدا عندي. بيقول له الطبيب طاي احنا مش لازم نستعجل يا سيادة الامبراطور، انت برضه لسه ما تعرفش كل المعلومات عن الجواسيس اللي موجودين، واكيد مش بس هونج وكونج هم اللي كانوا خاينين، اكيد في كمان جواسيس تانيين يتبعوا عشيرة كاي، احنا لازم نصبر ونهدى علشان نقدر نكشفهم، وهم لوحدهم هيكشفوا نفسهم لينا، والحاجة الوحيدة اللي هتكشفهم ان احنا نصبر ونهدى شوية وما نكشفش كل ورقنا. بنتنقل للسيد سونج وده والد يو، وبيتكلم وبيقول يانج حرفيا اتجنن، ازاي يعمل حاجة زي دي ويقتل كمان الامير هونج والامير كونج؟ وبتدخل وبتقول له ماله يانج يا والدي؟ بيقول لها يانج انت بتتكلمي عن ايه؟ بيقول لها مجنون بس وقتل، انت خايف عليه ولا ايه؟ بتقول له ايوه فعلا انا لسه بحبه. هنا بيتكلم وبيقول لها طيب انا عايزك تروحي ليانج وكمان تقعدي معاه وتقولي له على حبك ده وتعترفي بيه وتقول له ان والدي موافق على جوازنا، وبيقول لك كمان ان انا في حمايتك. بتقول له ازاي يعني؟ انا مش فاهمه حاجه. بيقول لها بس روحي قولي له كده وهو هيفهم، وكمان ما تقلقيش يا حبيبتي انا مش ببعدك عنه ولا حاجه، هو الوقت شخص قوي وهيقدر يحميكي ويحافظ عليكي، فانت بس روحي له قولي له ان والدي بيقول لك خليني تحت حمايتك يا يانج وكمان اهتم بيا. وهو بيقول لها فجاه يلا يا بنتي امشي من قدامي، روحي ليانج يلا بسرعه وقولي له والدي بيقول لك لازم تاخد بالك كويس جدا بنت حبيت ودعه. وهنا بيتكلم قائد سونج نفسه بيقول اتمنى تكون قد المسؤوليه يا يانج وتحافظ على بنتي وتحميها كويس، وبينادي على محارب بيظهر قدامه وبيقول له تحت امرك، بيقول له يلا جهز كل الفرق عشان هنتحرك حالا، بيقول له تحت امرك وبيتحرك فعلا. وبنشوف يانج قاعد يسكن قوته بيحاول يدمج قوتين مع بعض عشان يعرف النتيجه هتكون ايه، وحرفيا بيكون مش مركز مع اي حاجه بتحصل على اللي حواليه، هو عايش مع نفسه في العالم الخاص بيه وبس. ولكنه في وسط ما هو بيعمل كل ده بيتفاجئ من دخول يو عليه، وهو بتقول له انا جاي عشان اقعد معاك. احنا سمعنا عن اللي حصل في بيت الامير جونج وانك قدرت تقتله هو وابنه، فوالدي قال لي ان انا لازم اجي اقعد معاك، لكن يانج بيكون مستغرب. قلت له انت مستغرب ليه؟ انت مبسوط اني جيت اقعد معاك يا يانج؟ اكيد انت مبسوط صح؟ وانا عايز اقول لك على حاجه كمان. لكن يانج في اللحظه دي بيكون بصراحه بيفكر في حاجه تانية خالص وبيبص لها وبيضحك، وهي بتكون حرفيا دايبه في حبه وعماله تفكر هيقول لها ازاي وهيعترف لها بحبه ازاي، وهي بتكون بتفكر اصلا ان هو بيحبها وعمال يفكر في حبها وعماله تقول يا ترى هيعترف لي بحبه ازاي وهيقول لي ايه. حرفيا يو بيكون في مكان تاني خالص غير اللي في يانج، لكن يانج بيكون بيقول ازاي اصلا السيد سونج يعمل ده؟ معقول السيد سونج هو كمان خاف لما انا قتلت الامير الخاين؟ يبقى السيد سونج هيعمل انقلاب برضه على الامبراطور، وبتكون عايشه في عالم موازي وعماله تفكر في يانج وتقول اكيد بيفكر فيا وبيفكر هيعمل ايه علشان انا جيت وفرحان بوجودي. بتقول لي انا عايز اقول لك على حاجه يا يانج، انا بصراحه جيت علشان اعترف لك بحاجه فممكن تسمعها بس انا مش قادر اكلمك، لكنه بيقول لا طيب انا هخرج بس وبعد كده نرجع تعترفي لي بكل اللي انت نفسك فيه، فمعلش لازم اروح مشوار حالا ضروري. في اللحظه دي تقول له هتروح فين وتسيبني؟ بيقول لها ما تقلقش هرجع لك على طول يا يو، انت عارفه مكانتك عندي. بتكون دايبه وبتقول يانج بيحبني، وطبعا يانج بيكون خارج من بيته وبيفكر ايه اللي بيحصل، يا ترى السيد سونج بيعمل ايه دلوقتي؟ هو اكيد بيجهز علشان يخلص على الامبراطور ويعمل انقلاب وكمان يدخل عشيرة كاي للمدينه، وبيكون السيد سونج فعلا جهز جيشه، وبيكون الجندي بيقول له احنا جاهزين لكل شيء، وكمان كل القصر الامبراطوري خضع لينا وقدرنا نقضي على كل الجنود اللي فيه وكمان اللي موجود منهم خضع لينا. وهو بيتقدم السيد سونج وبنشوفه بيتكلم وبيهدد شخص ما، وبنكتشف ان الشخص ده هو الامبراطور، وبيقول له اظن كده يا سياده الامبراطور انت تقدر
تنزل من على عرشك. وبنشوف السيد سونج بينحني ليه وبيقدم ليه التحيه. الامبراطور بيقول له انت بتقدم لي التحيه ازاي؟ يعني انت ازاي؟ بيقول له انت امبراطور وانا شخص عندي مكانه وليا قيمه ولازم احترمك. بيقول له انا مش فاهم، يعني انت تنقلب عليا وتاخد مني الحكم وبعد كده تقول لي انا بحترمك؟ دي حقيقه فعلا. السيد سونج بيقول له انا محارب ودي اخلاقي. الامبراطور بيقول له محارب ايه؟ انت ازاي تنقلب على القائد بتاعك؟ المفروض ان انا القائد بتاعك. لكن في اللحظه دي بيخرج الامبراطور وروح التنين الثلاثي العظيم الذهبي. نشوف السيد سونج بيفكر وبيقول التنين ده قوي جدا وقوته مهوله، وبنتنقل ليانج واللي بيكون واقف في مكان وعنده بس علم صغير قدامه، وبنكتشف ان ده علم موجود بيتحبس فيه الارواح، وبيكون يانج جمع في كل ارواح تلامذته السابقين واللي تحولوا الاشباح. وفي الرايه دي اكتر من 500 طالب من طلابي، هم صحيح ما عادوش موجودين حاليا، لكن انا اقدر اجمعهم تاني وارجعهم للرايه عشان اقدر اكلم تلميذي فانك وانا محتاج اتكلم معاه حاليا. وفعلا بنشوف يانج في اللحظه دي بيجمع طاقته وبيمد بيها الرايه، وبيظهر فانك فعلا وبيقول له عامل ايه يا سيد يانج؟ بيقول له انت فانك شكلك عامل ايه كده؟ شكلك عجوز. بيقول له مش مهم يا سيد يانج، المهم ان انا فانك تلميذك، وهو اتشرفت بمقابلتك تاني يا معلمي، لكن الرايه بتديني وقت قليل جدا اكون موجود فيه معاك، فلو سمحت اسمعني علشان اقدر اقول اللي عندي، لانه كلام مهم جدا، وما تقاطعنيش والا هينتهي الوقت ومش هقدر ارجع تاني ولا هتقدر تشوفني. ارجوك يا سيد يانج اديني الفرصه دي. هو بيتكلم يانج بكل هدوء وبيقول له اتفضل، ايه الموضوع المهم قوي اللي انت مضطر تكلمني فيه وحتى مش مهتم انا عايزك انا استحضرت روحك ليه؟ بيقول له انت تعرف ان السيد يونج بيحاول يعمل انقلاب على الامبراطور، وحاليا هو في القصر الامبراطوري وممكن يقتل الامبراطور كمان. يانج بيقول له طب وانا مالي بالموضوع ده؟ الامبراطور يحاول يحمي البلاد واكيد وظيفته انه يحمي نفسه. بيقول له سيد يانج انت دلوقتي حامي المدينه، كمان انت عارف ان الذئب الشيطاني مات؟ قال له طبعا عارف، انا كنت معاه وقتها. بيقول له بالتالي مفيش حامي ليها، فلو سمحت احمي المدينه من الانقلاب ده، وكمان انت ما تعرفش الحقيقه في امور انت ما تعرفهاش عرفناها احنا لما رحنا عالم الارواح، فارجوك اسمعني لان الامر ده هيكون مهم جدا. وبيتنقل المشهد بينا للسيد سونج وهو بيكون واقف قدام هاله الامبراطور وبيكون هاله قويه جدا، واللي بيقول له انت عارف ان التنين الذهبي قوي جدا يا سيد سونج، وانت مش هتقدر تهزمه بسهوله ولا هتقدر عليه. السيد سونج بيقول له بس انا اعرف التنين مات من اكتر من 100 سنه تقريبا، ازاي موجود معاك؟ الامبراطور بيندهش انه عارف ده، بيقول له هو مات لكن دي روح التنين. يعني تنين مزيف مجرد روح وبيظهر طاقته، واللي بيكون معاه ذئب شيطاني قوي جدا. الامبراطور بيتخض ويقول الذئب السماوي ده موجود مع السيد سونج ازاي؟ في اللحظه دي الامبراطور بيظهر نفسه وبيظهر قوته كمان وبيفعل طاقه قويه جدا حواليه استعدادا للمعركه. السيد سونج بيقول له استسلم يا سياده الامبراطور لان اللي معاك مجرد وهم وروح، فما تخلينيش اذيك. لكن الامبراطور بيرفض وبيقول له انا هدافع عن مملكتي مهما حصل. السيد سونج بيتعصب وبيقول له خلاص يبقى انت اللي جبته لنفسك يا حبيبي، انا هخلص عليك وبنشوف برضو هتقدر تقف قدامي ازاي. هو بيأمر الذئب بتاعه ان هو يهجم على التنين، وفي اللحظه دي بنشوف انفجار قوي جدا لدرجه ان الجنود بره بيتخضوا من اللي بيحصل وبيقولوا ايه اللي حصل كده، بيفكروا حرفيا ان في حد انتهى. بنشوف الامبراطور مصاب اصابه كبيره جدا وراكع على الارض. السيد سونج واقف وبيقول له اظن كده ان انا قدرت اهزمك واقضي على التنين المزيف بتاعك، اركع قدامي واعرف يا سياده الامبراطور قيمتك ومكانتك قدامي، انا هقضي عليك وهاخد كل المملكه. هنا الامبراطور بيقول له اقضي عليا، انا اصلا عايزك ان انت تقتلني. فاكر عيلتك؟ انا اللي قضيت على عيلتك، انا اللي ساعدت كل المجرمين كمان انهم يقضوا على عيلتك، فاقتلني وريحني من الذنب ده. بيقول له انت اللي قضيت على عيلتي؟ انا بدور على المجرم ده من زمان. بيقول له ايوه انا اللي قتلتهم كلهم، فلو سمحت خلصني من الذنب ده ومش عايز اعيش بيه اكتر من كده، خلصني واقتلني يا سيد سونج. هنا السيد سونج بيتعصب جدا وهو بيرفع سلاحه حرفيا بيقول له انا هخلص عليك يا حقير. بيقول له يا ريت، انا مش خايف منك ولا حاجه. السيد سونج هيكون عايز يقطعه، بيرفع سلاحه ومجهز ضربه قويه جدا وبيقول له انا هقتلك حالا يا حقير، وانا غلطان انا كنت بحترمك وبعتبرك امبراطور. بيستسلم الامبراطور وبيقول له يلا انا عايز اخلص اصلا من حياتي البائسه دي. وفجاه بنلاقي يانج وقف قدامه ووقف الضربه، وهو بيقول له بس استنى يا سيد سونج انت بتعمل ايه؟ بيقول له انت ليه توقف ضربتي يا يانج؟ المجرم ده قتل عيلتي وانا لازم اخلص عليه واخلص الامبراطوريه من شره. لكن يانج بيقول له انت مش فاهم حاجه يا سيد سونج، انا معايا حاجه مهمه جدا لازم توصلك، انا معايا رساله لازم تسمع الرساله دي الاول وبعد كده احكم وشوف انت عايز تتصرف ازاي. وهو بيطلع قلاده من جيبه بيقول له انت قدرت تجيب دي ازاي؟ دي قلاده السيد زين جدي وكان الشيخ الكبير للعائله. بيقول له المهم ان انا حصلت عليها، اتفضل علشان القلاده دي رساله، اول ما تمسكها هتظهر. وبيمسكها فعلا بتظهر رساله، وفجاه بيظهر السيد زين كبير الشيوخ في عائله السيد سونج، وهو بيتصدم الامبراطور. السيد زين بنفسه بيقول له انا مجرد روح ودي رساله، معنى كده يا سيد سونج انك شفت الرساله دي فانا ميت. بيقول له انت جدي انت موجود فعلا وبتكلمني؟ بيقول له انا
روح، دي رسالة سبتها لك لاني عارف انك متهور زي كل شباب العائلة وقتها، لكن عايزك ما تحكمش على الامبراطور ما قتلناش ولا حاجة زي ما هو قالك، دي مجرد خدعة بس منه. بيقول له يعني ايه؟ هو اعترف لي بنفسه والمفروض ان انا اقتله، ازاي تقول كده بس؟ هو ما اعترفلكش ولا حاجة يا سونج، هو ببساطة كان عايز يخلص من حياته لانه تعب، لكن فعلا هو دافع معانا ودافع عننا بكل السبل، لكن انا طلبت في النهاية ان انا اضحي بنفسي علشان خاطر انقذ باقي الشباب. يعني ايه؟ يعني الامبراطور بريء؟ ايوه فعلا الامبراطور بريء، ملوش اي علاقة بموت العائلة، لكن عشيرة كاي هم اللي قدروا يخلصوا علينا، وكانت معركة كبيرة، فاتمنى تحافظ على المدينة وما تكونش سبب في دمارها. وبتدمر القلادة حرفيا، وهنا بيقعد سونج على الارض وبيقول انا ازاي عملت كده؟ انا حرفيا اتسببت في دخول عشيرة يونج اللي هنا جيشهم جاي، انا اعمل ايه؟ الامبراطور بيقول له دافع عننا. سيد سونج بيقول انا هدافع وهصلح كل الاخطاء اللي انا عملتها، انا محارب قديم، وان كنت اتخدعت مره يبقى لازم اصلح خطأي، لازم انتقم من عشيرة كاي. بيقول له هتعمل ايه يا سيد؟ انت كده هتموت نفسك، لا يمكن اسيبك تروح تعمل كده. سيد سونج بيقول ده خطأي وانا لازم اصلحه، انا محارب ودي وظيفتي، لازم احافظ على عائلتي. وهنا بيتكلم يانج يقول له حافظ على بنتي يا يانج، انا سلمتها ليك وهي بتحبك، اتمنى تحبها برضه وتحافظ عليها. بيقول له ما تقلقش يا سيد سونج، انا تحت امرك، يو في عيوني عمري ما اتخلى عنها. هو بنشوف السيد سونج مشي والامبراطور بيحاول يقفل، لكن يانج بيقول له ما توقفوش، دي كرامته وسمعة عائلته، هو عمره ما هيتراجع، فسيبه ينفذ هدفه. وفعلا بنسمع عن معركة كبيرة جدا حصلت، وهو بيكون الناس متجمعين في مكان المعركة بعد كده، واللي بيتكلموا ويقولوا السيد سونج دافع عن المدينة بكل قوته، وحرفيا قدر يقتل أكتر من 2000 جندي من جنود قبيلة كاي. عائلة كاي حرفيا دمر الجنود اللي كانوا موجودين. وبعدها بنتنقل ليانجو، بيكون داخل على يو وهو بيقول لها انا عايز اقول لك حاجه. بتقول له يو انت عايز تقول لي ايه؟ وانت كنت فين كل المده دي؟ بيقول لها والدك كان في المعركه امبارح وللاسف انه اتقتل في المعركه، فاتمنى تكوني قويه وتستحملي الخبر ده. بتقول له انت بتقول لي ايه؟ يعني ايه والدي كان موجود عند ازاي والدي؟ انت بتقول لي ايه؟ بتقول ايه يعني؟ قول تاني كده اللي انت بتقوله. بيقول لها الامبراطور يا بنتي انا عايزك تتماسكي، والدك بطل عظيم وقدر فعلا يدافع عن الامبراطوريه وحمل الامبراطوريه بكل قوته، احنا لازم نذكره. بتقف هنا وبتقول له يعني ايه نذكره؟ انا مش عايزاه بطل ولا عايزاه حاجه، انا عايزاه بس يكون معايا مش اكتر من كده، انا اصلا هاخده امشي من المدينه، انا مش عايز اكون هنا. بيكون يانج حزين جدا لدرجه ان هو هيبكي على بكائها، لكنه بيقول لها يعني والدك كان بطل وهو اللي اختار ده وحب يدافع عن مدينته، اتمنى ان انت تقدري بطولة والدك. بتقول له انت كلامك صح، انا عايزه اشوفه. وفعلا بياخدها معاه علشان يروح لارض المعركه، وهو بتشوف والدها واقف بكل شموخ، وهو بيكون نرجع فلاش باك كده وبنشوف المعركه وهو فعلا بيدمر كل الجنود، لكن في النهايه طاقته بتنتهي لانه بيستخدم كل طاقته في هجماته. وبتقف جنبه وبتقول له انا هرفع راسك يا والدي وعمري ما هكون ابدا. لكن ينجي بيوقفها لو سمحتي ما تحاوليش تضغطي على نفسك زياده، الموقف صعب لكن حاولي تتماسكي يا يو، والدك بطل عظيم ولازم نفتخر بيه على مدى اجيال. بتقول له صح وانا لازم اكمل مسيرته انا كمان. يقول لها يعني ايه تكمل مسيرته؟ هتفضلي معايا؟ بتقول له لا، انا هكمل مسيره والدي، هسافر وهكون محاربه عظيمه وهتعلم تقنيات، بس انا عايزك معايا يا يو، والدك قال لي اخد بالي منك. تقول له انت ما تنساش ان انا قويه برضو يا يانج، وانا برضو هرجع لك، لكن لما اكون عندي المسؤوليه واقدر كمان اقف قدامك لازم اكون اقوى منك، ما تنساش ان انا اللي كنت بدافع عنك يا ضعيف، ولا ايه خلاص عشان بقيت قوي شويه؟ تقول له خلاص انا هروح بس اتمرن وادور على قوتي واثقلها وبعد كده ارجع اقابلك تاني عشان اتجوزك. بيقول لها اكيد طبعا انا هستناكي وعمري اصلا ما افكر في غيرك، انت عارفه مكانتك عندي. وبتنحني قدام والدها وبتبتدي رحلتها فعلا وبتمشي، وبيتنقل بينا المشهد للمحارب اللي كنا شفناه قبل كده واللي بيكون من عشيرة كاي واللي كان كلفه الشيخ الأكبر أصلا بقتل يانج. وبنشوفه هنا وصل للمدينة وبيطلع طاقة قوية جدا وبيقول أنا هخلص على المدينة دي كلها. الناس بتترعب حرفيا من كم الطاقة اللي بيشوفوها، وكمان هو ضرب ضربة كده حرقت حرفيا أماكن في المدينة. بيقول لهم أنا عايز أشوف الإمبراطور وفين الشخص اللي قتل الأمير كونج كمان عشان أنا عايز أخلص عليهم كلهم. بيطلع الإمبراطور وبيقول له أنا إمبراطور المدينة دي، طلباتك إيه وإيه اللي جايبك لحد هنا؟ المفروض إن أنت ليك مكانك. بيقول له أنت بتتكلم معايا ليه كده يا سيادة الإمبراطور؟ أنا بحترمك بس عشان أنت إمبراطور، لكن أنت مجرد شخص ضعيف، أنا عايز اللي مدعو يانج. بيقولوا له أنت عايز مين؟ عايز يانج؟ ده هيخلص علينا كلنا، يانج مجنون أساسا وهيجي يعمل معركة ومش هيسكت بسهولة، ده أقوى محارب في عشيرة كاي، أنا عارفك، أنت المحارب رين صح ولا أنا غلطان؟ بيرد عليه ويقول له أيوه أنا، كويس إنك عارفني، يعني أنت عارف إن أنا هخلص عليك أنت وكل المدينة، فسلمني يانج اللي قدر يقتل بس
كونج وهونج، وانا ممكن اعفو برضو عنك وعن بعض الناس ومش هدمر لك مدينتك. لكن الامبراطور بيقف ساكت وبيبص له بيقول له يانج مين بيفكر؟ يانج لو جينا ممكن يخلص علينا كلنا. انا ما اعرفش انت بتتكلم عن مين، يانج ده اصلا مش موجود هنا، فممكن تروح تدور عليه بدل. بيقول له يعني ايه مش موجود؟ انت بتكذب عليا كمان، المفروض انك امبراطور ولك مكانه وقوي والناس تهابك وتخاف منك. وبنشوف السيد ووتشان وهو واقف في الشباك وبيقول ايه اللي بيحصل في المدينه دي؟ كل شويه حروب ودمار واتقلب حلقه حرفيا. احنا كنا في امان جدا وفجاه انقلابات وحروب، مش فاهم ايه السبب في كل ده. يانج بيكون قاعد يشرب شاي ولا فارقه معاه، بيقول له انت بتفكر في ايه؟ بيقول له انا بفكر في اللي بيحصل في المدينه. يانج بيقول له انا همشي اسيب المدينه دي على فكره، هروح اشوف اماكن تانية اقدر اسكن فيها قوتي. لكن ووتشان بيقول له ازاي تسيبني هنا لوحدي وتسيب المدينه؟ طيب خدني معاك، انا تلميذك، لو سمحت ما تسيبنيش هنا يا سيد يانج. بيقول له تلميذ ازاي بس؟ ده انا صغير، انا ايه بس ازاي تقول لي كده يا ووتشان؟ ولا انت مفكرني مين؟ بيقول له انت سيدي الامبراطور السماوي العظيم، وانا عارف ان ده مجرد جسد روحك جوه، فلو سمحت خدني معاك ولا انا ما عدتش اصلح اكون تلميذك. بيقول له يانج بصراحه لا، ما عدتش تصلح، انا دلوقتي في جسم شاب صغير، ولحد ما اقدر ارجع لجسمي الحقيقي فانا مضطر ان انا اكون لوحدي. وقت ما ارجع لجسمي الحقيقي اكيد هشوفك تاني يا ووتشان، ما تقلقش. وبنشوف يانج هنا واقف وبيقول له استودعك لاني همشي. وبنرجع تاني للمرحله اللي فيها الامبراطور ورين، وحرفيا رين بيكون داعك الامبراطور. وبنشوف يانج وهو ماشي وسايب السيد ووتشان، لكنه بيتنقل بينا المشهد وبنلاقي يانج وصل لعند الامبراطور وبيلاقيه حرفيا مدعوك في السطح. بيبقى يانج واقف مش فارقه معاه حاجه، بيتفرج على رين وهو بيقول له فين يانج ده اللي قتلهم؟ انا عايز اشوف الشخص اللي بيدعي القوه اللي عامل مشاكل، انا عايز اعرف في انهي حته ده، لو هو فعلا قوي يظهر لي وانا هخلص عليه قدامكم عشان تعرفوا ان عشيره كاي لا تهزم وان محدش يقدر يقف قدامها. الامبراطور بيقول له بطل جنان بقى يا عم انت وسيبنا وامشي. بيقول له بطل جنان، انا هوريك ضربه حرفيا هتقضي على المدينه بتاعتك كلها. انا طولت معاك في الكلام يا سياده الامبراطور، وكنت فاكر ان الجبان اللي اسمه يانج ده هيظهر، وحاولت ان انا اعمل ضجه كافيه عشان ظهوره، لكنه جبان وما ظهرش. بيضرب الضربه وفجاه يظهر يانج. بيقول له انا اللي جبان؟ بيخاف منه رين جدا وبيترعب وبيقول القوه دي قدر يسد ضربتي بسهوله كده؟ يانج بيقول له اديني قدامك اهو، هتعمل ايه؟ رين بيقول له هقتلك ببساطة، أنا جاي هنا عشان أخلص عليك وبعدها أخلص على كل المدينة دي. إيه رأيك يا يانج؟ هتقدر تقف قدامي ولا؟ بيقول له يانج هقف قدامك وبس، بصراحة أنا هخلص عليك. إيه رأيك إن أنت جاي هنا عشان أنت اللي يتخلص عليك مش المدينة؟ هو بيكون الناس مصدومين أصلا من ردود يانج، بيقولوا هو ما يعرفش ده مين، ده رين أقوى محارب في عشيرة كاي. يانج بيقول له أنا هديك فرصة عشان تمشي من قدامي يا رين، لكن رين بيتكبر عليه. يانج بيضحك وبيبتسم وبيقول له امشي من قدام. بيقول له مش همشي، انا هقتلك يا يانج، انت قتلت السيد جينج وكمان الامير كونج، فانا جاي هنا وظيفتي ان انا اقتلك مش اكتر من كده، انت مجرد واخده حقير. بيقول له انا اديتك فرصه انك تمشي، فبعد كده ما تلومنيش على اللي هيحصل لك. انت بتهددني انا؟ انت مش عارف انا مين؟ انا المحارب رين العظيم، حقير زيك فقير ملوش اي مكان ولا ايه ما يهددني. بيقول له بس بطل تفخمها كده يا عم واهدى علينا، ولا محارب عظيم بلا بتاع، انت عايز ايه دلوقتي؟ يلا امشي من هنا عشان ما اطلعش هنا. بيقول له نعم انت بتقول لي انا امشي؟ انا مش همشي يا يانج، انا هقتلك وهدمر المدينه دي كلها ومش هخلي فيها واحد على قيد الحياه، فاهمني ولا مش فاهمني؟ وبيظهر مكعب طاقه وبيكون مكعب قوي جدا. هو بيقول له تعالى متع نظرك يا يانج، شوف القوه الحقيقيه، انت عندك ايه؟ المكعب ده كل ما اضغط عليه واحط طاقتي فيه بيكون اقوى مما تتخيل، ومفيش محارب على وجه الارض يقدر قدام قوته. لكن يانج بيقول له حلوه جميله اللعبه، جميله وريني كده شكلها ايه خلاصي. وبيطلع مكعبين بيكونوا في مرحله تانية خالص. بيتخض رين بيقول له انت قدرت تستخدم ايه مكعبين طاقه ازاي؟ محدش يقدر يعمل كده، وكلهم مرعوبين ازاي يانج اصلا بيستخدم مكعبات الطاقه وكانها لعب في ايده وبيدمجهم مع بعض كمان، يا ريته بيقف على كده. وبنلاقي يانج دمج المربعين مع بعض وبيظهر برق قوي جدا بيمد جسمه يانج بالطاقه، ورين بيكون مرعوب من اللي شايفه، بيقول ده مش بني ادم، ده مجرد شيطان، لا يستحيل يكون ده بني ادم، انت مين؟ انت ازاي موجود كده؟ بيقول له انت مش كنت بتقول لي متع نظرك؟ طب اتفرج ادي حاجه بسيطه يعني، انا ما عملتش حاجه، هذه الطاقه اللي انت كنت بتتكلم فيها. لكن بيكون هنا رين مبلول جدا وبيقول له خلاص انا اسف، انا ما كنتش اقصدك انت يا سيد يانج، انا واضح ان انا غلطت في المدينه اساسا. بيقول له غلطت في المدينه برضه؟ مش انا يانج تشانج اللي انت جاي تدور عليه؟ لكن هنا رين بيقول له بس ما تقولش كده، ده انت اخويا الكبير، وبعدين انت معلم قوي، انا جاي اتحداك ازاي بس؟ لا انا همشي وهسيبك ونبقى نتقابل تاني ونقعد مع بعض كده على القهوه ونشرب شاي وانت فاهم يعني. وبرضه ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان نقعد على القهوه ونشرب شاي مع بعض يعني، انا ما اروحش القهوه. يقول له بس سيبني استاذنك انا بقى عشان انا اتاخرت كده عن العشاء وشكل الدنيا هتليل عليا وانا راجع، فمعلش يلا سلام عليكم. لكن يانج بيقول له بس استنى بس يا كابتن، استنى بس يا باشا استنى. بيقول له بس استنى يا عم ما تعزمش على اكتر من كده، انا كنت ناكل مع ده انا هخلص عليك، انت مش ماشي النهارده اساسا ولا مفكرني اهبل يا رين؟ رين بيقول له نعم انت تخلص عليا؟ انت صدقت ولا ايه؟ لا انا اللي هخلص عليك. وبيتدور فجاه ويهرب رين وهو بيقول انا لازم
اجيب محارب قوي جدا يخلص على يانج. يانج لو فضل بالطريقه دي وبالتطور ده حرفيا هيكون خطر كبير جدا على عشيرتنا. بيقول له كمان عايز تقتلني وانت ماشي؟ طب خد السلام ده وانت ماشي بقى يا عم برين. وبيبعت له طاقه قويه جدا. بيقول له انت بتعمل إيه؟ انت بتبعت لنا الطاقه دي؟ انت عشيره قاي مش هتسيبك في حالك اصلا وهتقضي عليك يا يانج. وفعلا بيكون هنا انتهى رين حرفيا وما بقاش ليه اثر من قوه الضربه، والكل بيكون مصدوم اصلا من قوه يانج اللي مش طبيعيه دي قوه اسطوريه ما تكونش مع شاب زيه. لكن يانج بيروح للامبراطور وبيقول له يا سياده الامبراطور، انا مش كل شويه هشيلك من المشكله، انا ماشي وسايب المدينه لفتره واتمنى انك تكون قادر انك تحمي المدينه. حاول تطور من نفسك وتسيبك من الكرسي اللي انت قاعد عليه ده وتكون اقوى، المفروض ان انت امبراطور ومحارب. بيقول له طبعا يا سيد يانج، اكيد هنكون عند حسن ظنك. وهو بنتنقل لبيت يانج وهو اللي بيتقلب فيه المشهد تماما، وهو بيتحول يانج طالب قدام ابوه وعمته، وهو اللي بيقول لها انا عايز امشي كمان، يعني لو سمحتي انت امي واللي مربياني كمان، فانا عايز اسافر بره المدينه عشان اقدر اسكن قوتي وازود من طاقتي. ده أنا لازم اعمله وما توقفيش قدامي. بتكلم ابوه بتقول له شايف ابنك المجنون راح يعمل ايه؟ عايز يسيبنا ويمشي وهو ليه اعداء اساسا وممكن يقتلوه، انت لازم تسيطر على المجنون ده وتخليه يقعد معانا. لكن ابوه بيفكر وبيقول له انت شايف ان انت فعلا هتنجح في ده يا يانج؟ يانج بيقول له ايوه انا لازم اخرج علشان اشوف ورايا ايه. بيقول له يلا يا حبيبي انا واثق فيك، انت تحولت لمحارب قوي وبقيت فخر المدينه كلها وكمان بتحميها، انا فخور بيك جدا واثق فيك. بتقول له نعم، يعني انا بجيبك علشان تعقله وتروح تجننه اكتر ما هو مجنون؟ انا نصحتكم انتوا الاثنين مجانين اصلا. وبتتنرفز جدا وبتمشي وتسيبهم. يانج بيقرب من ابوه بيقول له شكرا على ثقتك فيا. والده بيقول له انا واثق فيك وانت ابني وتحولت لمحارب وبقيت راجل، لازم تخرج تشوف دنيتك وتشوف وراك ايه، لكن انا عايزك تاخد بالك من نفسك كويس قوي وما تزعلش من عمتك وهي امك ويعني بتخاف عليك، هي بس خايف عليك مش اكتر من كده. يلا يانج روح شوف يا حبيبي انت بتعمل ايه. وبينزل يانج قدام ابوه بيقول له شكرا يا والدي، وفعلا بيمشي وبيكون اتعلق جدا بالشخص ده وبالعائله دي كلها. بيقول له محبكوا فعلا مع اني انا مش ابنكم في الحقيقه. لكن بنشوف بعد كده محارب مجنون وانتوا فاكرينه ده جاية فاكرينه، هو بيكون حرفيا فقد عقله. وبيكون الشيخ الكبير العشير القاي واقف وبيقول له هو ده بيعمل ايه كده، انت جايبه منين مش ده جاية؟ بيقول له ايوه فعلا ما اعرفش، هو بقى زي المجنون. انا لقيته في الوضع ده يا سياده الشيخ الاكبر، انا ما عملتلوش اي حاجه. هنا بيمسك الشيخ الاكبر جاية وبيحاول يستكشف ايه اللي حصل له، لكنه ما بيقدرش يوصل لحاجه. هو بيقول احنا الوقت هنسيبه وبعد كده نشوف هو ايه اللي جراله ونحاول نعالجه. لكن فين رين؟ بيدور عليه مش لاقيه. هنا بيتصدم الجندي جدا وبيقول رين اتقتل على ايد يانج. مش عارف اقول لك ايه، لكن يانج حرفيا احنا حتى مش لاقيين بقايا. هنا بيتصدم الشيخ الكبير وبيقول له اتقتل على ايد مين؟ الحقير ده قتل رين ترميزي انا؟ ازاي يتجرأ ويعمل كده؟ انا هخلص على المدينه دي باللي فيها بالامبراطور ولازم اقتل يانج ده، لازم تقولوا لي يانج ده فين عشان اخلص عليه، انا مش هسيبه على قيد الحياه مهما حصل. يانج بيتطور بسرعه جدا وده خطر جدا علينا. يانج لازم يتوقف عند حد والا هيصبح اسطوره محدش يقدر يقف قدامه. هنا الجندي بيقول له يانج قوي جدا وقدر يقتل رين وده اقوى مقاتل عندنا، فمعنى ان احنا نروح نحاربه كده بسهوله ده خطر جدا اكيد. لكن بيقول له الشيخ الكبير مالكش شأن، انا هقدر اتعامل معاه، انا مرحله عاليه جدا في القتال، جهز كل حاجه وانا اللي هتولى امر يانج. وبيتنقل بينا المشهد وبنشوف زي جزر عايمه كده في الهواء وبيكون يانج واقف في وسط ناس كتير جدا، ودول بيكونوا تلاميذ مقدمين الاختبار وبيزعقوا بيقولوا احنا واقفين بالنا كتير، المفروض ان احنا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في الاختبارات، احنا جايين نقدم في مدرسه يونهاي مش جايين نقف في الشمس وخلاص وتعذبونا. لكن في اللحظه دي بتخرج السيده شو ودي بتكون رئيسه الطائفه ومحاربه قويه جدا، وهو بتقول لهم اهلا بيكم انا السيده شو، اعرفكم بنفسي انا رئيسه الطائفه وبرضه المسؤوله عن الاختبارات، وهي اتمنى تنادوني بالمحاربه شو او المعلمه شو. كلهم بيكونوا دايبين في جمالها ولانها بتكون جميله جدا فعلا. وهنا بيظهر شخص تاني بيكون اسمه سيد دافو وبيقول انا مساعد السيده شو. لكن الطلاب اصلا بيكونوا مصدومين ومركزين مع شو وبجمالها وهو بيكونوا في عالم تاني اصلا موازي حرفيا. في اللحظه دي بتقطع شو كلامهم وبتقول لهم احنا محتاجين منكم بعض المحاربين اللي هينضموا لمدرسه يونهاي، لكن في شرطين مهمين جدا. اول شرط ان الشخص ده يكون موهوب ودي حاجه لازم تكون موجوده، والتاني انه يكون اقل من 20. بيتصدم المحاربين ويقولوا اقل من 20 ازاي؟ احنا في مننا اكبر من 20 لكن موهوبين، انتوا كده بتضيعوا فرصتنا. بتقول لهم هي مش مشكله صراحه، لكن احنا طولنا كمان مده الدراسه فالموضوع اصبح لازم يكون اقل من 20 عشان يقدر يكون معنا. بيقولوا مده الدراسه كام؟ ليه نوصل ل 10 سنين؟ احنا نشوف مدرسه تانية احسن يكون عدد الدراسه فيها اقل. 10 سنين كتير جدا، مش هضيع 10 سنين من عمرنا. وبيمشي مجموعه كبيره جدا من المحاربين، لكن بيتبقى مجموعه بتقول لهم كويس انتوا اللي هتتعرضوا للاختبارات. لكن اول واحد بيتقدم بيفشل في لحظه، بيقول لا انت ما لحقتيش تعملي حاجه، انت ازاي عملت كده؟ وهو بتكون السيده شيء قويه جدا وبيتقدموا كلهم وحرفيا كله بيفشل في الاختبارات، ما حدش بينجح. بتقول كده ما حدش هينضم للطائفه، احنا عايزين بعض الشباب الموهوبين. بيتقدم يانج قدامها بيقول لها اهلا سيده شو انا يانج تشان وعايز اقدم في الطائفه. بتقول له طيب تعالى قدم الاختبار علشان اشوف هتقدر تخطاه ولا لا، لو انت موهوب اكيد هتنضم لينا. لكن يانج بيقف مكانه. بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت ليه ما تقدمتش علشان اختبارك؟ بيقول لا انا جاي عشان اكون معلم في الطائفه مش جاي
علشان هيكون طالب بصراحة. بيتصدموا كلهم وبيقولوا معلم؟ انت شاب ب 18 سنة وعايز تبقى معلم؟ طب تيجي ازاي دي؟ بتتعصب سيدة شو بتقول له انت عاقل؟ انت بتقول ايه؟ واعي اللي انت بتقوله؟ احنا من اكتر 3 طوائف قوة في العالم، ازاي تيجي هنا بالطريقة دي؟ شاب عنده 18 سنة عايز يكون معلم، وهنا كلهم بيقولوا خلاص يانجي كده هيموت. السيدة شو حرفيا هتخلص عليه. بيقول لا أنا مستعد أتعرض لكل الاختبارات اللازمة، لكن فعلا أنا قوتي تسمح لي إن أنا أكون معلم هنا. بتقول له كويس جدا، أنا هديك اختبار، لو قدرت تستحمل مني 5 ضربات أنا حرفيا هوافق إنك تكون معلم معانا. بيقول له كلهم 5 ضربات؟ هو يانجي ده مجنون ولا إيه؟ السيدة شو من أقوى المحاربين في العالم كله، ومعنى كده إن هي هتقضي على يانجي؟ يانجي بيقول لا ما ينفعش 5 ضربات، معنى كده إن أنا أكون أقوى منك بكتير. وما بتصدم تقول له اقوى مني؟ بيقول لا طبعا اكون اقوى منك، لو قدرت اسد ال5 كده انا مش محتاج اصلا طائفه يونهاي في حاجه، وهضطر امشي واسيبكم، فلو سمحتي خلي الاختبار يكون اسهل من كده وابسط من كده، انا عارف نفسي كويس. بتقول له انت تصدق انت بني ادم قليل الادب؟ هو بتتعصب جدا وكلهم بيكونوا مصدومين من اللي بيحصل وازاي يرد على السيده شو كده. هو بيقول له خلاص هو انتهى، وبتجهز ضربه قويه جدا وبتقول له انا اعلمك الادب، انا اصلا هخلص عليك. هو بتهجم عليه بقوه كبيره جدا، لكن المفاجاه ان يانجي بيسد ده بايده فقط لا غير، وبترجع ورا بتطير في الهواء حرفيا بالصدمه، وايه القوه المهوله دي؟ وما بيلحقوهاش، لكن هنا يانج بيكون سبقها اساسا وراح ولحقها وهي بتقع. هو بيقف وبيقول لها كويس انك بخير، انا بس حبيت ان انا اعرفك قوتي. بتبص له وبتكون مستغربه ومعجبه بيه فعلا، لكنها فجاه بتقول له ابعد عني وشيل ايدك عني دي يا حقير. وبيتصدم يانج من التحول اللي حصل ده. بتقول له طيب ايه رأيك الوقت بقى في قوتي يا سيدة شو؟ تقول له قوتك كبيرة وانت تستحق فعلا تكون معلم هنا في الطائفة، لكن الامر ده مش سهل لان انت اقل من 20 سنة، وده امر يمكن مستحيل انك تكون شيخ او معلم في الطائفة وانت بالعمر ده. لكن انا عايز اعرف سر القوة الكبيرة اللي انت حصلت عليها دي، ازاي قدرت توصل ليها وانت مجرد طفل؟ يقول لا يعني مش طفل قوي عمري اكتر من كده بكتير، المظاهر بتخدع. تقول له طيب احنا هنشوف الموضوع ده، بس علشان تكون موجود معانا كمعلم لازم ناخد الأول موافقة الشيوخ الطائفة. يقول لها طبعا يلا بينا عشان نروح نقابلهم. هنا بتتوجه لدافو بتقول له انت اختبر انت الطلاب وانا هاخد السيد يانك وهروح لشيوخ العائلة علشان نشوف ايه الموضوع ده. بيقول لها السيد دافو ما تقلقش، وبنشوف الطلاب كلهم مدهوشين اصلا من اللي حصل، ازاي يانج طلع بالقوة دي وكان واقف معانا. وبتكون السيدة شو ماشية ووراها يانج، وبيوصلوا قدام تمثال يونهاي. وهو بيقول له يونهاي، حتى لما شفتك كنت تمثال، اكيد هيجي يوم ونتقابل تاني. يانج بيبص له وبيمشي، وبعد كده بتقول له السيده شو احنا موجودين دلوقتي قدام الشيوخ، وبتنحني بيقول له اهلا وسهلا انا يانج تشان وحابب ان انا اكون شيخ معاكم هنا ومعلم. بيتكلم الشيخ الاكبر وبيقول له انت عندك كل المؤهلات اللازمه ان انت تكون شيخ فعلا في القبيله ومعلم كمان، لكن سنك صغير جدا، انت عندك كام سنه؟ بيقول له 18. بيقول له 18 سنه بس؟ وبيتصدموا كلهم، يعني انت حابب ان انت تكون شيخ في القبيله وانت سنك لسه صغير بالطريقه دي؟ يقول له ايوه فعلا انا قوتي ما تسمحليش اكون طالب، لكن كلهم بيكونوا مصدومين فعلا من اللي شايفينه. يقولوا ازاي شاب زي ده عايز يكون شيخ معانا وهو مجرد 18 سنه؟ وفجاه بتظهر واحده صغيره جدا كده وبتتكلم، وبنكتشف ان دي شيخه اصلا من الشيوخ في الطائفه. هو بتقول ازاي يكون معانا؟ لازم يكون على الاقل 30. بيتكلم الشيخ الاكبر وبيقول دي حقيقه، قواعد العائلة ومستحيل نغيرها. بتقول له مستحيل يكون معانا، لازم يكون على الأقل 30 سنة عشان يكون معلم، لكن انت كمان عايز تخليه شيخ أعلى من المعلم؟ ده جنون اللي انت بتقوله ده فضيلة الشيخ الأكبر. لكن بيتكلم واحد من الشيوخ بيقول فعلا كلامها صحيح، اللي احنا بنعمله ده يا سيد بيكون مشكلة كبيرة. بيوافق الشيخ الأكبر وبيقول يانج فعلا دي حقيقة، أنا ما أقدرش أدخلك معانا لأن قواعد الطائفة بتمنع دخول أقل من 30 سنة. لكن في اللحظة دي يانج بيتكلم وبيقول أنا عندي حاجة لازم أوريها لك الأول، وبعد كده تحكم إذا كنت تستحق أكون معاكو أو لا. وبيظهر وبتكون دي تعويذة السيد يونهاي نفسها. كلهم بيتصدموا لما بيشوفوا ده، أنت إزاي حصلت على تعويذة رئيس دي تعويذة أصلا رئيس الطائفة، إزاي تكون معاك؟ أنت مين؟ أنت مين أصلا؟ وإزاي عندك 18 سنة ومعاك القوة دي كلها؟ التعويذة دي من أقوى التعويذات. بيقول لهم مش التعويذة دي بتاعت يونهاي؟ المفروض إنكم تنحنوا قدامي لما تشوفوا التعويذة دي، ولا أنا غلطان؟ بينحنوا فعلا وبيقولوا له أنت عندك حق، في اللحظة دي أنا بكون رئيس الطائفة، لكن أنا مش عايز أتحط في المنصب ده، أنا بس عايز أكون مجرد معلم معاكم وشيخ من شيوخ الطائفة، إيه رأيكم؟ هو بالتعويذة اللي أنا وريتها لكم دي أصبحت كده فعلا. بينحنوا قدامه وبيقولوا فعلا أنت أصبحت رئيس الطائفة. بيقول لهم أيوه، أتمنى إن أنتوا بقى توافقوا إن أنا أكون شيخ معاكم، ولا هنفضل برضه نتكلم في الموضوع؟ بيقولوا له الشيخ الأكبر بيتكلم وبيقول أنت فعلا هتكون شيخ معانا ومعلم ونتشرف بوجودك. وبيتكلم شو بيقول لها في اللحظة دي بيكون يانج مسؤوليتك وتعرفي كل قواعد الطائفة وازاي يتعاملوا مع الطلاب وتعرفي الطلاب عليه، وتناديه كمان تقولي له الشيخ يانج. بتوافق شو طبعا وبتقول ده مهمة افتخر بيها، وبتكون معجبة جدا بقوة يانج وبتقول له اتفضل معايا يا شيخ يانج اعرفك على الطائفة وعلى قواعدها كمان.
هو بنشوف الشيخ الأكبر ماشي وبيكون مصدوم من اللي شايفه، بيقول ازاي طفل زي ده يكون معاه قوة المحارب والمعلم يونهاي العظيم. بيقف كده واحد من شيوخه بيقول الشاب ده لو ما كانش معانا ده ممكن يقتلنا. انا عارف ازاي هو قدر يوصل للقوه دي، كويس ان احنا وافقنا ان احنا نضمه معانا وما يكونش ده عدو. الشيخ الاكبر بيتكلم بيقول وجود شخص زي ده بالقوه دي ويكون عدو لينا دي كارثه على الطائفه. وبتنقل المشهد بينا وبنشوف جزيره كده عايمه لوحدها في الهواء، بس حاجه غريبه بصراحه، معنى كده ان في طاقه روحيه رافعه الجزيره دي اساسا، والمكان ده فيه طاقه روحيه قويه جدا ودي حقيقه. وبيتنقل بينا المشهد وبنشوف شخص عجوز بيحاول يجمع تعويذه، وبنكتشف ان هو عايز يجمع تعويذه السيد يونهاي لكن بيفشل، وبيعرف ان في شخص تاني قدر يسيطر على التعويذه، هو بيكون طبعا ده يانج، وبيشوفه وهو بيستخدم التعويذه، لكن بيستغرب ان يانج قادر يقف على رجليه وبيقول التعويذه دي تقتل صاحبها بسهوله، ازاي الشخص ده قدر يستخدمها وهو واقف كده. وبتنقل بينا المشهد وبنروح لمحاربين واللي بيكونوا واقفين قدام المدينه اللي هي مدينه يانج وسماشينج، وهو بيكلموا بعض وبيقولوا احنا جينا هنا علشان ننتقم من الشخص اللي قتل زملائنا واللي اسمه يانج. احنا مهمتنا هي ببساطه ان احنا نخلص عليه هو وكل اهله، واحنا اقوياء جدا. لكن هنا بيشك واحد فيهم وبيقول له انا خايف من يانج ده، المفروض ان هو قتل كل اصدقائنا الاقوياء، فهل ممكن يقدر يعمل كده معانا احنا كمان؟ لكن بيشجعوا الشخص التاني، وفي اللحظه دي بيظهر صوت وبيكلمهم وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بيخافوا جدا لانهم مش شايفين حد، هو بيكون ده هو السيد وو تشان. بيقولوا له احنا جايين هنا في مهمه، وبيفكروا ان هو شيخ من عشيره كاي، ومهمتنا هي ان احنا نقتل يانج لانه قتل مجموعه كبيره جدا من اصدقائنا واحنا محتاجين ننتقم منه. هو بيقدموا له الاحترام لكن ما بيعرفوش ان هو ده وو تشانج رئيس رابطة المحاربين. بيقول لهم امشوا من هنا وقدامكم 5 ثواني قبل ما تمشوا، والا حرفيا هنسفكم من على وش الارض نسف. هنا بيخاف المحاربين وبيقولوا يلا نمشي من هنا، لكن واحد منهم بيتجرأ وبيقول لا انا مش همشي، انا هكمل المهمه اللي جيت عشانها وهقتل يانج ده وكمان هقتل عائلته ومفيش حد يقدر يقف قدامي. لكن في اللحظه دي بينبهه زميله وهو بيقول له بس فوق يا حبيبي، وتشانج بيتكلم في اللحظه دي كمان ويقطع بيقول له يبقى انت ناوي تموت؟ بيقول له لا انا مش هموت، انا هنفذ مهمتي وهمشي على طول. في اللحظه دي بيرجع زميله ينبهه تاني ويقول له حبيبي ركز معاه بس. هو تشانج بيقول له انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ زميله بيقول له بص فوق يا حبيبي، بص فوق عشان انت هتودينا في داهيه، بص ايدك. هو بيلاقوا ايد ناريه كبيره جدا بتقرب منه وبيقول له يلا يا عم نهرب، وبيهربوا فعلا. وهنا بنشوف السيد وو وهو بيقول المدينه اصبحت متعبة جدا، وبيدخل عليه شخص وبيقول له احنا نجحنا ان احنا نجيب عائلة السيد يانج وهي الوقت تحت رعايتنا وحمايتنا ومحدش يقدر يمسهم بسوء. بيقول كويس جدا، انا ده هو المهم عندي لان دي وصية السيد يانج ليا وانا ما اقدرش اشالف وصية معلمي. وبنرجع للسيد ليو وهو حفيدته لينج، هو اللي بيكون هتخرج علشان تروح مدرسة تتعلم فيها فنون القتال. هو بتقول له انا همشي الوقت يا جدي، لكن السيد ليو بيكون قلقان جدا وبيقول لها ازاي تخرجي بس وتسيبيني، انا خايف عليكي، العالم وحش جدا. تقول له ما تخافش عليا انا كبرت والوقت اقدر اواجه العالم، وبعدين انا بنوته قويه جدا وكمان حاربت السيد ليو رئيس الكيميائيين، ازاي تظن فيا ان انا ضعيفه؟ بيقول لها فعلا انا واثق فيكي وواثق ان انت هتوصلي لمرتبه كبيره جدا وهيكون لك شأن كمان. يتنقل بينا المشهد وبنشوف شيخ قبيله ويبدو ان هو بيختبر الطلاب اللي متقدمين علشان ينضموا للمجموعه بتاعته دي، لكن بيكونوا كلهم ضعفاء ومحدش بيقدر يقف. لكن بتظهر يو فجاه وبتقول له انا عايزه اتقدم للاختبار ده، وفعلا بيهجم عليها بضربه قويه جدا، لكن يو بتتصدى ليها بكل سهوله وبتوقف الضربه. وهو بيتصدم الشيخ وكل الشيوخ اللي معاه بيقولوا ازاي انت قدرت توقف الضربه دي؟ انت اكيد شخص قوي جدا وبنت شيخ كبير جدا من القبائل المهمه، مفيش حد قدر يوقف الضربه دي من سنين، انت هتكون القديسه بتاعتنا. وبيقربوا منها فعلا وبيقدموا لها التحيه، بيقولوا لها ممكن نعرف انت مين؟ بتقول لهم انا اسمي يو من مدينه تشينك ووالدي كان قائد. بيقول لها فعلا انت فخر لينا. وبيعلن الشيخ انضمامها للمجموعه بتاعته وبيقول لهم كلهم اخضعوا ليها، هي القديسه بتاعتنا من هنا وجاي، وكله يسمع اوامرها وينفذ طلباتها. بتكون يوم مبسوطه جدا لانها قدرت تسيطر على فئه بحالها وقبيله بحالها في وقت قصير جدا. وبنشوف يانج وهو بيثقل قوته وبيقول التمرين هنا ممتاز جدا، طول ما انا موجود في المكان ده فاليوم الواحد يساوي شهر من ايام بره، وده معناه ان انا اطور من قوتي بسهوله وبسرعه جدا. لكن في وسط كل انغماسه وتفكيره ده بيلاقي فجاه الباب بيخبط عليه، وبتكون دي المحاربه شو ومعاها الشخص اللي اسمه دافو، وبيقولوا له احنا كده المفروض نعرفك على الطائفه كلها فالمفروض تيجي معانا. وفعلا بيمشي معاهم يانج لحد ما بيوصل للشجره الروحيه وبيكون مصدوم جدا من قوه الشجره دي وكمان كميه الطاقه اللي فيها. بتقول له شو دي الشجره اللي عملها المعلم يونهاي حط فيها كل طاقته وسابها لينا، وعشان كده احنا هنا مختلفين والثقل هنا بيكون مميز جدا.
يانج بيقول كويس جدا، انا مبسوط ان انا قدرت اجي المكان ده لانه هيساعدني ان انا اطور من الجسد الضعيف ده وهوصله لدرجه عاليه. بيقولوا له احنا هنا تقريبا فرجناك على كل حاجه وعرفناك كل حاجه، اتمنى ان انت لو عايز تتمشى، لو عايز ترجع اوضتك، احنا كده هنسيبك براحتك وشوف انت عايز تعمل ايه. وفعلا بيتمشى لوحده وهو بيلف الطائفه كلها، لكن الطلاب بيشوفوه وبيقولوا مين الشخص اللي ماشي ومغرور في وسطنا ده وهو مش شايف حد، احنا عايزين نعرف ده بيعمل ايه في وسطنا. لكنهم كلهم بيكونوا متضايقين فعلا من وجود يانج، هو الغرور اللي هو ماشي بيه. بيوقفوه بيقولوا له انت بتعمل ايه هنا؟ لكن يانج بيبص لهم وبيقول لهم انتوا ليه سايبين تدريباتكم وبتكلموني؟ مش المفروض ان انتوا وراكم تدريبات تعملوها؟ وبيقول لهم انا شيخ هنا في القبيله، في اعتراض ولا حاجه؟ بيقولوا له شيخ ازاي يعني؟ انت اصغر مننا في السن كمان، وعايز تبقى شيخ؟ بيقول لهم والله اللي عنده اعتراض يتفضل يورينا هيعمل ايه. هنا يانج كمان بيطلع البطاقه بتاعته وبيعرفهم على نفسه، وبتكون دي بطاقة الشيوخ، وبيقول لهم أنا شيخ وأنتم مجرد تلاميذ، فاتفضلوا من قدامي وشوفوا تدريبكم، وكمان هتتعاقبوا على اللي أنتوا عملتوه ده. هو بيكون يانج بيتكلم بحزم وعايز يعلمهم الأدب، لكنهم بيرفضوا ده وبيقولوا أنت لا يمكن تكون شيخ أو أستاذ علينا، إحنا مش هنقبل بده. هو بيكون في ضجة كبيرة جدا في المكان نتيجة لده، لأن كل الطلاب بيتجمعوا وكلهم بيرفضوا، بيقولوا إحنا رافضين إن يانج يكون شيخ علينا. إزاي شخص أصغر مننا في السن وضعيف كده يكون شيخ أصلا في قبيلة كبيرة زي قبيلة يونهاي؟ هو بيكون هنا الشخص اللي اسمه دافو ده بيكلم المحاربة شو، بيقول لا احنا لازم نساعد يانج. بتقول له لا، احنا لازم نشوف يانج يقدر ازاي يتصرف ازاي في موقف زي ده، هو لازم يخرج نفسه. بيقول لا بس الموقف صعب جدا، ازاي يقدر يخرج من حاجه زي دي؟ المحاربه شو بتقول له المفروض ان هو يقدر يخرج نفسه بما انه هو اختار يكون شيخ. ويانج بيكون واقف بكل ثقه وساكت وسايب الطلاب يعملوا اللي هم عايزينه وهو مستني يخلصوا عشان يدوهم رد الفعل. وبيظهر في اللحظة دي شخص قوي جدا وبتظهر عليه ملامح القوة، وهو بيكلم يانج ويقول له انت ازاي تكون شيخ علينا وازاي تقف قدامنا بالتكبر ده كله؟ احنا لولا ان انت شايف ان انت شاب ضعيف وجسمك ضعيف كنت خلصت عليك، لكن انا برضو بحترم قواعد الطائفة. احنا هنسامحك بس بشرط ان انت تعتذر لينا كلنا واحد واحد، وكمان تمشي وتسيب الطائفة وما عدناش نشوف وشك فيها تاني. ايه رأيك في الكلام اللي انا بقوله لك ده؟ يانج بيقول له انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ هنقدر اخلص عليك انت وكل الطائفة؟ بيقول له متأكد. المحارب بيقول له شكلنا كده هنتحارب. يانج بيقول يلا، وانا اعلمك درس النهارده عمرك ما هتنساه. لكن هل في شخص تاني حابب انه ينضم ليه كمان؟ وبينضم فعلا واحد من الطلاب وبيكون برضه قوي جدا، وفجأة بيدخل شخص تاني وبتبدو عليه طاقة روحية قوية جدا، وهو بينضم شخص كمان وشخص كمان، وهو بيكون هنا طلاب كتير جدا بينضموا وبيعترضوا على وجود يانج. يانج بيقول لهم طيب كويس جدا، احنا هنا لازم نبدأ المعركة. وكل الطلاب بيكونوا خايفين من الوضع اللي حاصل وبيقولوا الطلاب دول أقوياء جدا، واحد منهم قادر يقتل يانج، فما أدرك إن يانج بيحاربهم كلهم حرفيا. والسيد دافو بيقول الموضوع كده هيكبر ومش هنعرف نسيطر عليه، لازم تتدخلي حالا يا حضرة المعلمة شو، ما ينفعش كده. بتقول له لا استنى شويه، انا عايز اشوف يانج هيقدر يتصرف ازاي في موقف زي ده. هو بنشوف يانج وهو واقف ثابت وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ انتوا متاكدين انكم عايزين تحاربوني انا؟ بيقولوا له طبعا احنا عارفين ان انت ضعيف ومش صراحه مش عايزين نحاربك، انت ممكن تمشي بصراحه ونسيبك تمشي من هنا. يلا كده كده انت اصلا ضعيف ومالكش قيمه. بيقول له كمان وتعتذر لينا، واحد تاني بيتكلم، وتعتذر لينا كلنا كمان وهنسيبك تمشي. بيقول لهم كويس قوي، لا انا مش عايز احاربكم بصراحه، انا عايز احاربكم مجموعه، مش عايز واحد واحد يحاربني. كلهم بيتصدموا من اللي بيقولوا تحاربنا مجموعه ازاي؟ اساسا واحد مننا قادر يقتلك، انت مجنون يا ابني. وهو بيهجموا عليه كلهم ومره واحده بيطلعوا طاقتهم الروحيه، هو حرفيا بتكون طاقه قويه جدا، لكن يانج بيظهر قوته الروحيه قدامهم، وفي اللحظه دي كلهم بيرجعوا لورا وبيبقوا مرعوبين. والطلاب اللي كانوا بيهجموا على يانج في اللحظه دي بتتدمر طاقتهم الروحيه حرفيا، وبنشوفهم هم مرميين على الارض، ويانج بيقول لهم شكلكم نسيتوا نفسكم، انا هعلمكم الادب. وهنا كلهم بيعترفوا بقوه يانج وبيعترفوا بيه كشيخ، وبيقعوا على الارض وما بقوش قادرين يحركوا ساكن حرفيا. هو اللي بيتكلم منهم بيقول انت قوي كده ازاي؟ هو انت بشر ولا شيطان؟ يانج بيقول بصراحه انا بشر زيكم عادي، بس انا قوي مش ضعيف زيكم. ايه رايكم كده، استحق رتبه شيخ ولا لا؟ بيشوفوا الهاله الشيطانيه اللي وراه وبتكون طاقه روحيه قويه جدا، وبيتخضوا من اللي هم شايفينه. وبيسألهم يانج بيقول لهم ايه رأيكم انفع شيخ ولا لا؟ وكلهم بيعترفوا بيه كشيخ وبيقدموا له التحية وبيطلبوا منه كمان ان هو يكون معلمهم. دافو بيتكلم وبيقول يانج طلع قوي جدا، وهنا بتتكلم شو بتقول فعلا هو ما خيبش ظني فيه، انا كنت واثقة ان هو هيطلع شخص قوي. وبنرجع هنا وبتنتهي حلقتنا، ومتى ما وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتشجعنا، ونستنى كمان اللي هيحصل في الحلقات الجاية. يلا سلام.